أهلا بيكم مع الحلقة التانية من تفكير. في الحلقة اللي فاتت قلنا إن الإنهاك مش دايما من اللي بتعمله، أحيانا الإنهاك من اللي جوه راسك. يمكن سألت نفسك ليه وأنا ساكت، ليه وأنا نايم، ليه حتى وأنا وحدي دماغي مش بيسكت. النهاردة مش هنسكت الصوت، النهاردة هندخل ونشوفه. تخيل معايا إن جوه كل واحد فينا أوضة اتقفلت بدري، مش عشان كانت فاضية لكن عشان كانت مليانة حاجات ما كانش ينفع تتحس. الدماغ يا صديقي مش آلة هادية، الدماغ حارس، وأي حاجة ما اتفهمتش ولا اتقالت ولا اتعاشت اتحبست. والحبس مش معناه إنها اختفت، إنما معناه إنه في ضجيج من غير صوت. ده شخص راجع من شغله، قاعد على الكنبة مش زعلان ولا مبسوط، بس حاسس بتقل. يمسك الموبايل يفتح حاجة ويقفلها. ليه؟ عشان لو سكت الأوضة هتتفتح. الأفكار اللي بتيجي فجأة، الذكريات اللي تطلع من غير مناسبة، القلق اللي ملوش سبب. دي مش مشاكل جديدة، دي حاجات قديمة بتخبط. وعشان كده الضجيج مش بس في الدماغ، إنما بيظهر في شدة في الرقبة، ضغط في الصدر، تعب من غير مجهود. فالجسم فاكر حتى لو انت حاولت تنسى. دماغك يا صديقي مش بيزعق، هو بس بيقول إنه في أوضة مقفولة ومحتاجة تتفتح. والسؤال المهم هنا، ليه الأوضة دي اتقفلت من الأساس؟ زمان ما كانش ينفع تزعل ولا ينفع تعترض ولا كان ينفع تتلخبط، فتعلمت حاجة واحدة: اقفل وكمل. فالأوضة المقفولة ما كانتش غلط، كانت محاولة نجاة، بس اللي كان ينفع زمان دلوقتي بيوجع. في الحلقة دي احنا بس وقفنا قدام الباب وما فتحناش، لأن في سؤال لازم يتسأل الأول: انت قافل ليه وقافل ايه؟ وفي الحلقة اللي جاية مش هنتكلم عن الضجيج، الحلقة اللي جاية هنتكلم عن المفتاح، ازاي تفتح من غير ما تغرق ومن غير ما تكسر نفسك. اشوفك الحلقة الجاية جوه الأوضة. وما تنساش يا صديقي شير للفيديو، يمكن غيرك يستفيد. رمضانكم سعادة.